أكون أو لا أكون شعار سيفرضه شهر أبريل القادم مع اقتراب الموسم الكروي الأوروبي من نهايته، وفيه غالبا ما تتضح معالم حسم الألقاب. فبالنسبة لنادي ريال مدريد الإسباني، شهر أبريل هو شهر الموت أو الحياة، بجدول مخيف ومزدحم على مستوى بطولتي الليغا والتشامبيونز ليج. سيخوض الملكي 9 مباريات خلال 28 يوما، من بينها الكلاسيكو ومباراتي ذهاب وإياب دوري أبطال أوروبا ضد البافاري بايرن ميونخ. تبدأ رحلة النادي الأبيض في 2 أبريل، عندما يستضيف ألافيس في سانتياغو برنابيو، ثم يسافر بعد ذلك ب3 أيام لملاقاة ليغانيس على أرضية ميدانه ضمن مباريات الليغا. 8 أبريل يستضيف الريال الجار اللدود أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة ضمن المسابقة نفسها. ومن جهة أخرى، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على بايرن ميونخ في ملعب الأليانز أرينا، ثم يستقبل بعد ذلك رفاق ليفاندوفسكي ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في 18 من شهر الموت. وفي 23 أبريل الحسم، سيكون العالم على موعد مع كلاسيكو الغريمين الأزليين برشلونة وريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، في مباراة هي فعلا لإثبات الذات. بعد 3 أيام ستتوجه كتيبة العاصميين لمواجهة ديبورتيفو لا كورونيا في الرياضور ضمن مباريات الليغا الإسبانية، قبل أن يختتم ريال مدريد شهر أبريل المكتظ بمواجهة فالنسيا في 30 من الشهر ذاته. المواصلة على المضمار تتطلب أعصابا هادئة أملا في اجتياز هذه المرحلة المعقدة، ويبقى التحدي الأكبر هو اختيار التشكيلات المناسبة للحفاظ على اللياقة البدنية وتجنب الإصابات، والتي قد تكون كفيلة بإنهاء الموسم بأسوأ طريقة ممكنة، لأنه فعلا أبريل شهر الحسم. حكيم الزيري عن قناتكم كرة وبس. ندعوكم من الاشتراك بالقناة الاحتياطية على الرابط الموجود أسفل الشاشة، هكذا ستتسنى لنا المواصلة في تقديم الأروع.